المباراة الأول الجيش الضيف على يسار السادة المشاهدين بزي الأحمر والشورتات السوداء بتشكيلة مكونة من كاو حسو بحراسة المرمى، رقم 2 أحمد صالح، رقم 4 جهاد البعور، رقم 3 نديم الصباغ، رقم 7 برهان زايوني، ورقم 5 فراس إسماعيل، 21 معتصم علاية، 9 ماهر السيد، 11 أحمد هايل، 8 معتز كيلوني، ورقم 23 جوان حسو. بالنسبة للفيصلي والأسماء اللي يدخل فيها محمد اليماني في هذا اللقاء مكونة من لؤي العمايلة في حراسة المرمى، هو هنا في حالة تسلل في الكرة الماضية لؤي العمايلة. هناك 23 وسيم البزور، رقم 15 شريف عدنان، 18 علاء مطاطة، ورقم 2 عبد الاله الحناحنة، 8 بهاء عبد الرحمن، 6 عصام مبيضين، و17 خليل بن عطية، 16 انس حجي، و11 عبد الهادي المحارمة، ومحمد خير رقم 14 في صفوف الفيصلي في هذه المباراة. هنا شوف حالة التسلل الأولى اللي كان من خلالها لمصلحة الجيش السوري، وكان خطأ من الحقيقة من مهاجمي الفريق الفيصلي. كرة مرت في الجانب الأيمن، تحدثنا هنا المحاولة، شوف هنا والمتابعة من أحمد صالح، الكرة مرت لرمية جانبية. تحدثنا الحقيقة وهنا أمامنا اللاعب عبد الهادي المحارمة اللي تابع الكرة الماضية، بينما أنس حجي ياخذ مكانه. إذا كما قلنا بالنسبة لهذا اللقاء والحديث عن رابع الدوري السوري الجيش اللي يأتي لهذه المباراة الحقيقة ووضعه يعني في أمور هي صعبة. هنا محاولة نتابعها، تسديدة مرت وعادت من جديد الآن لمصلحة الفيصلي. ضغط متوقع في دقائق أولى، يقابل قد يكون في بعض الأحيان دفاع لعدم دخول الهدف المبكر في مرمى الجيش. على العموم الأمور كذلك والنتيجة كذلك، وأيضا الدقائق الأولى تمر بهذا الشكل. إذن كما تحدثنا عن الجيش وعن وضعه بالنسبة للدوري السوري والمباريات طبعا اللي أنهاها الجيش في آخر مباراة له كانت في 22 فبراير قبل تقريبا 10 أيام. كانت المباراة الأخيرة اللي فاز فيها على الطليعة بهدف دون. كانت تلك المباراة اللي أقيمت في ملعب العباسيين، هي طبعا آخر مباراة خاضها هذا الفريق طبعا، والاستعدادات كما قلنا. في الجانب الآخر لما نتحدث عن الفيصلي وعن المباريات اللي خاضها الفيصلي من خلال الدوري الأردني، هنا نتابع المحاولة ولكن تتخلص هنا إبعاد مرت لمصلحة الجيش. الفيصلي آخر مباراته كانت في 26 من شهر فبراير في هذا العام. هنا نتابع المحاولة الجيش، لمسة للأمام حلوة، هذه خطيرة، هنا مرور والتسديدة، أوه سليمة مرت، عدت سليمة على مرمى الفيصلي، كاد أن يفعلها اللاعب أمامنا معتز كيلوني كما عملها أمام الطليعة في آخر مباراة. إذا تحدثنا عن الجيش، نتحدث عن الفيصلي وآخر مباراته عندما كان أنس موجود، أنس حجي، مباراته أمام اليرموك اللي انتهت بالتعادل عن قد من خلال الموقف. أنس هنا متابعة في محاولة، هذه جول، هذه جول، أوه سليمة، عدت ما تضيع بواحد. محمد خير كاد أن يأتي بالخير لفريق الفيصلي مع دقائق أولى. شوف المحاولة وشوف حارس المرمى، برافو حسو، أبعد الكرة الماضية والكرة الخطيرة. نتابع هنا، شوف الرقابة من هذا اللاعب فراس إسماعيل، يعطي توجيهاته والفيصلي في أرضه وما بين جمهوره صعب. هنا كرة عالية ورأسية تتخلص، تصل من جديد الآن، سرعة حاضرة، تمريرة موجودة، وكيلوني كان يبحث في المقدمة، لم يجد أحمد هايل، لم يجد ماهر السيد. عادت من جديد في الطرف الأيسر، محاولة عبد الإله يبحث عن مرور الحناحنة ولكن كورته مبعدة. اليمني يقول كمل 5 دقائق
هدفين محققين للجيش وللفيصلي، ولكن حارس المرمى للجيش كان حاضر بينما الكرة مرت إلى خارج أرض الملعب في محاولة كيلوني. هي أمورنا في دقائق مبكرة. لؤي العمايرة مطالب كثيرا بالحماية لعرين الفيصلي. هنا كرة للأمام بالراس تعدي، مرت فيصلاوية في أقصى اليسار العرضية، هنا الرأسية، أوه سليمة، مرت سليمة الرأسية الماضية، حلوة كانت من محمد خير. الثانية يا خير مرت، الثانية يا خير مرت، ومع كيلوني واحدة. يلا نبغى نشوف أهداف، نبغى نشوف أهداف في كأس آسيا، البطولة رقم 2 بعد دوري الأبطال، لكن صدقني ما تقل أهمية أبدا. هنا جمهور الفيصلي اللي يحضر في ملعب اللقاء في استاد الملك عبد الله الثاني هنا في القويسمة. هنا كرة أمامية وصلت عند لؤي، ولو ان التشابه ما بينه وما بين لاعبينه بالنسبة للملابس، ولكن هنا المتابعة ايضا او الرقابة ايضا والمحاولة موجودة، اللمسة للامام، ولكن الدفاع يخلصها. عادت من جديد لمصلحة الفيصلي، تتمرر في الطرف الايسر. هنا انس يبحث عن مرور، عد في الثانية ما مر، وهنا تمريره. نعود من جديد لأجواء المباراة وتمرير أمامية. هذا خطير، هذا خطير، ولكن الكرة تبعد. أحمد هايل، أحمد هايل حاول يعدي. ما يعيب على الجيش لو نلاحظ والمشاهد الكريم يلاحظ قصر لاعبي القامة وقصر القامة بالنسبة للاعبي المقدمة. هنا نتابع المحاولة للجيش في مكان تعدي، تصل من جديد لمصلحة الفيصلي. صافرة يمنية تأتي وخطأ حاضر لمصلحة فريق الفيصلي. لا أهداف حتى الآن، لا أهداف حتى الآن. بالمناسبة 7 دقائق مرت. هذا أول خطأ، أول خطأ في المباراة، يدلك المباراة سريعة. هنا كرة أمامية. بعض المباريات لما نتابعها عبر الشاشات تجد فيها الكثير من الإثارة، رغم أنه ما في أهداف، رغم أنه ما في أهداف، ولكن اللعب مستمر، ما في توقف. والله لكل شوية راح تطلع الكرة لرمية جانبية، ولا صافرة أخطاء كثيرة، ولا إصابات كثيرة في المباراة. لما تجي أو تأتينا يعني متحركة أكثر، سريعة أكثر، ممكن الفريق يعني أو الفريقين الحقيقة يستمتعون. يعني لاعب كرة القدم في المباراة أيضا يستمتع. اي نعم فيها تعب، فيها جلد، فيها لياقة عالية، فيها قوة، فيها تحمل، ولكن يبقى كما قلنا في كرة القدم أيضا اللاعب يتمتع. هنا أنس حجيه اللي تابع الكرة الماضية، والكرة وصلت، كرة تصل بالجانب الأيسر الآن للفيصلي. محاولة عرضية عالية بالراس تتخلص، مرت من جديد لمصلحة الجيش، تأتي أمامية بالراس تتحول. الجيش السوري اللي يحاول واللي يتابع واللي مرت كورته إلى خارج أرض الملعب. الكرامة السوري استهل مشواره الآسيوي بافتتاح مباريات المجموعة الخامسة في هذه البطولة كأس الاتحاد الآسيوي بتعادل وغير متوقع الحقيقة من فريق العروبة العماني 2-2. فريق مثل الكرامة السوري لما تتحدث عنه تتحدث عن فريق قمة التفاوت في المستوى. وفريق الكرامة لما كان حاضر، هنا ابتسامة ايضا من علي باري الحكم الرابع. كما قلنا الكرامة لو نرجع لتاريخه في الشامبيونز ليج الآسيوي في دوري أبطال آسيا، لما نتذكر وش عمل في الاتحاد السعودي، بطل المسابقة مرتين، ما فعله هو طبعا في مباراة الذهاب في جدة وقتها فاز فريق الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء. هنا نتابع الجيش، هذه خطيرة ولؤي يخرج من مرماه، والكرة مرت لركلة مرمى،
مرت لركلة مرمى. برافو للمحاولة من هذا اللاعب برهان صهيوني. ماذا فعل الكرامة؟ خسر في جدة في الشامبيونز ليج الآسيوي وقتها لما كنا نتحدث الآن عن هذه البطولة دوري أبطال آسيا، عندما قدم مستويات كبيرة الحقيقة فريق الكرامة لموسمين. موسم 2008 الكرامة خرج من ربع النهائي، ولكن الحديث الأهم يكون على الموسم الأبرز اللي وصل فيه الكرامة في مستوياته، خاصة عندما نتحدث في مباراة أمام الاتحاد، واللي كان لها أيضا أثر كبير لهذا الفريق اللي وصل فيها المباراة النهائية وخسر في المباراة النهائية أمام جومبوك هونداي، كان ذلك في موسم 2006. مباراة كما قلنا كان من أفضل المواسم اللي قدمها الكرامة. نتابع هنا الكرة تأتي طويلة مرة أخرى تتخلص لمصلحة الفيصلي، مرة أخرى ملعوبة في الجانب الأيسر طويلة ولكن تتخلص من جديد. طبعا الشيء بالشيء يذكر لما ذكرنا عن البداية للكرامة بتعادل أمام العروبة 2-2، وطبعا ذهبت بنا الذاكرة ل 2006. عدنا 5 سنوات في ذلك الموسم اللي لعب فيه على النهائي. كرة تصل في الجانب الأيسر، نديم الصباغ يلعب له عرضية مقطوعة تعود من جديد لمصلحة الفيصلي. هنا نتابع أيضا علاج أيضا للاعب الفيصلي محمد خير. سلامات لمحمد، تصل مرة أخرى للأمام، مرة أخرى في الجانب الأيسر، مرت من جديد الآن. هنا متابعة، أول الكرة تتخلص، تصل مرة أخرى الآن، نقلات، وهنا مطالب أيضا حكم اللقاء بدخول اللاعب محمد خير اللي تلقى العلاج، كان خارج أرض الملعب، عاد بالسلامة. هنا نتابع الكرة العرضية للفيصلي ملعوبة ولكن بالرأس تتخلص، عادت من جديد للجيش، مرتدات سريعة، سرعة حاضرة. مرة أخرى شوف هنا أمامنا معتز بلمسة في الجانب الأيمن، دفاع الفيصلي متباعد، دفاع الفيصلي متباعد. هل يستغل الجيش هذا الشيء؟ ممكن يستغله. كرة تصل مرة أخرى الآن، طبعا الجمهور كان يردد في المدرجات حسون الشيخ طبعا اللي يلعب في الجيش، طبعا لم يشارك في هاللقاء. ويتصل الآن، طبعا اللاعب اللي ايضا علق على التصريحات ايضا المحترف في نادي الجيش حسونه، ولاعب الفيصلي سابقا في الرغبه بعدم لعب المباراه لاعتبارات خاصه، رد ايضا